قبل ما اقول اي حاجه واعمل اي حاجه، عايزك تشوف الفيديو على قناه نادي الزمالك اللي بيقولوا محترمين، اللي قالوا كريم ابو حسين ان هو طلع بيقول لك احنا هنفضل نجيب في سيره مرتضى منصور وعشان بيضايقكم، عشان بيحرقكم، عشان يضايق قلبكم، يسد نفسكم، حاجات كده كلها ايه، كلها كده حاجات في القلب معرفش. المهم بيقول انت هتفضل تسمعنا وهتجيب قناة نادي الزمالك عشان احنا بنقول الحقايق وبنقول كل حاجة صح، واحنا ايه قناة ايه بيبي واعلام بيبي وجماهير بيبي. ادي اعلام نادي الزمالك، عيني عينك اللي مستحيل قناة الاهلي تطلع تقول الكلام ده، مستحيل. لو هنرد باحترام، لو بنرد عليكم باحترام. اي حد بقى يقعد يقول لي انت بتطلع بتهزق بتشتم بتعمل، لا، انا بطلع بقول اللي انتوا بتقولوه وبناء عليه برد بكل احترام برضه. يعني ايه اعلامي يطلع يقول كده واي كلام بقى، وبص وسط كل ده بقى لازم تجيب لي سيرة مرتضى منصور وتمدح فيه عشان تعرفوا انتوا بتطلعوا بسكريبات، بتطلعوا بكلام كده موجه تقولوه كده، تتملوا الكلام وتطلعوا ايه تبخوه علينا. هو هري فاضي ومالوش لازمه، بس ايه بتطلعوا تقولوا برضو عشان ايه لقمة عيشكم. وبرضو دي يعني دي قلة احترام لنفسكم قبل ما تبقى ايه لينا. يعني ايه تطلع تقول على قناة النادي الاهلي كده اعلام بيبي واحنا جماهير بيبي، ومعرفش بصراحة انتوا يعني وايه. رئيس النادي بقى يطلع يقول لك ايه ليه مش بتحاسبوا الاهلي في اهدار المال العام. طب حد بقى من الزملكاويه هو يرد عليه، يعني انا عايز جماهيرك انت اللي ترد عليه. اهدار مال عام ايه؟ يعني احنا امال احنا خدنا البطولات كلها اللي لعبنا فيها، كله لعب باستثناء برونو صافيو. المشكله اللي عاملها انه طفش لاعب بس، واحنا بنعاقبه، الاهلي بيعاقبه، والاهلي معروف كده دايما مبادئ وبيمشي عليها وخلاص. مبادئ دي مش اي حد اكبر منها لازم يعملها. انما انت تقعد تقول لي اهدار مال العام، اهدار مال العام ايه؟ اهدار مال العام ده بقى يا سياده المستشار لو انت بتفهم، لو احنا جبنا 9 صفقات 5 صفقات ما بنلعبش الا واحده وما خدناش ولا بطوله، انما كله بيلعب. وغير كده ان احنا يعني خدنا 4 بطولات والنادي بيخش له فلوس وما شاء الله، يعني اللهم لا حسد. يبقى فين بقى اهدار المال العام؟ نفسي اعرف فين اهدار المال العام. وهو كلام بيطلعوا بيقولوا اي حد ايه اعلامي زملكاوي عشان ايه يداروا ايه اللي هم فيه. واخيرا بقى برضو في اعلام نادي الزمالك، في قناه نادي الزمالك الاعلاميين اللي عاملين نفسهم محترمين يطلعوا يقول لك هزازين ديول، ويطلعوا يقولوا عيال على اي حد في الزمالك، في يعني في جماهير نادي الزمالك مش عاجبه بيقول لك عيال، وعلى جماهير طبعا قال لي عامه عيال. هات لي اي قناه في العالم او اي اعلامي في العالم او اي حد محترم في العالم يطلع يقول كده على جماهير المنافس او جماهيره عيال. هات لي كده، ما فيهاش هتلاقي. يبقى احنا بنطلع بنرد على الاشكال دي اللي بتغلط. ما انت بتضطرني ان انا اغلط فيك كده، بتضطرني ان انا ارد عليك وباسلوب حلو، اسلوب محترم، عشان تبقى تستحي كده وتخلي عندك شوط دم ايه وتحترم نفسك. تمام. طبعا لان جماهير الاهلي وجماهير الزمالك اكبر شعبيه، هم في الشرق الاوسط كله اكبر شعبيه الاهلي ويليه الزمالك. يبقى انت بتعمل فتنه ليه؟ طيب بتعمل فتنه ليه؟ احنا مش بننكر ان في نادي اسمه الزمالك، لا، هو الند لنادي الاهلي وايا كان مش في بعض الاوقات بس ند برضه، هو ند. ومعنى بيقول لي بقى المنتخب شايل طينه ليه؟ يعني ما هو بسبب كده، هو بسبب الاعلام الفاشل اللي زيكم. مش بننكر ان الزمالك بيلعب وخد بطولات وي وكل حاجه يا عم، بس هو بقى ليه؟ مين اللي بيسوق بقى السمعه دلوقتي؟ مين اللي بيخلي فتنه؟ مين اللي بيعمل فتنه؟
ما تنساش يا عم برضو ان انت الجماهير الاهلي والزمالك في مصر. مفيش الكوره ايه في مصر؟ اهلي وزمالك بس هي كده. انما انت تطلع تعمل لي فتن، ما هو انت اللي بتخلي السوشيال ميديا بقى، من تطلع ترد على الجماعه بتاع السوشيال ميديا، انت بتخلي الكل يهزقك ويشتم فيك ويطلع يعمل عليك ترند. ما هو كده. ولا انت بتطلع عامة عادي، احنا قفلنا الكلام ده كله، بس ربنا يشفيكم. والله ربنا يشفيكم بجد يعني. طبعا بعد كل ده بقى، طبعا انا كنت متوقع ان الاهلي هيمسك الحرس يديهم 5 ولا 6. لا، الماتش ده المفروض اصلا يطلع اكتر من كده. بس ده اول ماتش من 5 ماتشات اللي لو خدناهم وكسبناهم هناخد الدوري. وكده كده ان شاء الله الدوري محسوم. بس برضو ايه، عشان يبقى بشكل رسمي متوجين بالبطولة ال5 في السنة دي ان شاء الله. يعني الكولر تتحسب له، وانجازات كل ما بيعدي ايام مش شهور ولا سنين، ايام بيعمل انجاز جديد. هو مع الاهلي اي مدرب ايا كان بيعمل انجاز ويعمل تاريخ. ليه بقى؟ النادي الاهلي اللي بيعمل لاي مدرب واي لاعب تاريخ. دي حاجه ايه لازم تبقى عارفينها. طبعا الزمالك النهارده يلعب مع فاركو في الكاس، ونتمنى نشوف تحكيم حلو. يعني احنا مستني يعني. طبعا هو طلع برضه قال لك ضمن الكلام اللي قاله الاعلام اللي اياه ان البطوله المفضله بتاع الزمالك. يا عم ما قلناش حاجه، انت خدتها يا عم، بس انت شوف بتاخدها ازاي. بس برضه الاهلي، انت شوف الاهلي خدها كام مره وانت خدتها كام مره. يبقى مفيش بطوله محببه ليك الا لما تعدي الفريق اكتر فريق منافس ليك بس. والسلام عليكم.